حمدي مفكر نفسه عشان خد الجنسية التركية خلاص اعمل ما بدالي ولا يهمني محكمة ولا حكم المحكمة. انا واحد تركي دلوقتي والدنيا تمام. طب هل ده كلام صحيح يا حمدي ان انت بدل معاك الجنسية التركية ده هيعفيك من عقاب القانون المصري ولا ايه؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وبصحة وسعادة. اهلا بيكم في قناتي، يا ريت تعملوا لايك واشتراك ويلا بينا نخش على الغيظ والغل اللي انا فيه دلوقتي. حمدي وفاء من بعد حكم المحكمة بدأنا نصحي كل القنوات اللي كنا منيمينها ننا هو قناة امبارح حمدي وفاء، حتى وفاء منزلة فيديو في حمدي وفاء في البيت اللي احنا القناة دي ما كناش بنشوفها بقالنا زمن، كانت بتطلع فيه تعمل عليها الدولمة وتعمل المحشي ومش عارف ايه. وعندها قناة تانية اسمها عائلة حمدي وفاء، وقناة طبعا يوميات حمدي وفاء. كنا الاول شغالين على يوميات حمدي وفاء من دبابان، دلوقتي لا، اشتغلنا على قناة حمدي وفاء وراحوا نازلين بالصورة اللي قدامكم ديت بيعلنوا برضو على المواقع اللي المفروض خدوا حكم عليها ان هم متعاقبين علشان خاطر انتوا، وبنعلن عن الموقع اللي احنا خدنا عليه احكام وابويا واخواتي خدوا احكام واتحكم عليهم بقفل القناة. لا عادي برضو هنعلن. طب ليه انتوا بتعندوا نفسكم ولا بتعندوا الحكومة ولا انتوا عايزين قنواتكم تتقفل؟ طب بدل انتوا مش هاممكم الدنيا كده بتشتغلوا من نار ليه وعمالين تنزلوا فيديو هنا وفيديو هنا وفيديو هنا، ومحمد حوارات ينزل على حوارات واحد وحوارات اتنين غالبا، ويوميات ام زياد ويوميات محمد وآلاء ويوميات حسن ونهال، بتجروا جري الوحوش ليه بقى بدل انتوا مش هاممكم؟ انا مش فاهمه بجد والله ايه لازمه الاعلان على المواقع ديت. هل انت فاكر انك انت علشان خلاص بقيت معاك الجنسيه التركيه يا حمدي هتتعافى؟ انت كده خلاص بره الموضوع، محدش هيقدر عليك، محدش هيقدر يجي يمسكك من رقبتك، ولا لما تيجي مصر هنا يتحكم عليك حكم تتمسك ولا تسافر تركيا ولا تسافر زفت على دماغك. انا مش عارفة والله ايه اخرتها. احنا بنحبكم، احنا بنحب حمدي وفاء، احنا محروقين عليكم اكتر من انتوا محروقين على نفسكم. ايه لازمة الموضوع ده؟ ايه مستني فلوس؟ هتاخد كام؟ 100,000 جنيه في الاعلان؟ 200,000؟ مش بيجي قد اللي انتوا بتكسبوه ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر، ربنا يزيدكم في قنواتكم وفي الفيديو اللي بتعملوه ده. انت الفيديو اللي بتقعد عليه مثلا يقعد معاك اسبوع، ده انت الفيديو الواحد بيعمل 1,000,000 مشاهدة في 24 ساعة. لما بتسيبه شوية بيجيب 7-8 مليون، وفي فيديوهات عاملة 10 مليون. عايز ايه تاني؟ انت لو ما اشتغلتش وقعدت حطيت رجل على رجل، لو ما اشتغلتش برضه هيجيلك مشاهدات وفلوس. مش عارفة ده بقى أنا واخدة عليهم يا جماعة حمدي وفاء البجاحة، مش البجاحة، العند، اللي هو أنا أعمل اللي في دماغي، اللي هو مهما تعملوا أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي. أنا واخدة على كده، احنا واخدين على كده منهم، ما بيهمهمش حد وما بيهمهمش حاجة، ومهما يطلع عليهم أحكام عادي ما بيفرقش، احنا نعمل اللي نعمله. بس ده حكم، بس ده شقاية، بس دي قناة 8 مليون وشوية، ده انت قربت تاخد الدرع الماسي. وبرضه مصدرين الولد الصغير اللي اسمه زياد، مطلعينه خليته ابوه امبارح. انا بالرغم اختلافي مع ابو زياد كتير جدا في حاجات كان بيعملها، انه بيطلع اسرار العيله وانه بيعمل حاجات مش صح، بالرغم من كده انا مدياله حق في اللي هو عمله. امبارح عمل فيديو بانوراما، حرام عليكم عيالي، عمالين تطلعوا ابني، خافوا على عيالي، انتوا مش عارف ايه، انتوا عيله ما بتعرفوش ربنا. كل اللي قاله للاسف عنده حق. انتوا المفروض خلاص خدنا حكم. فين الحاج جابر يقول بلاش تعلنوا عن المواقع ديت؟ يا جماعة أنا نفسي تشيروا الفيديو دوت عشان الناس كلها تسمعه. بلاش يا حاج جابر، انت اللي لك كلمة على العيلة، خلي بالك من عيالك وخلي بالك من عيال بنتك اللي أمانة في رقبتك. بلاش تصدروا الناس في الإعلانات ديت مهما تكون هتجيب، مهما تكون هتجيب. لا عيال بنتي لا، محدش يعلن، محدش يقول الموضوع دوت. ليه؟ علشان خاطر في الآخر ما الولا ما يتأذاش. عنده حق أبو زياد يقلب الدنيا، عنده حق يقلب الدنيا امبارح ويدي من دماغه، وعمال يتكلم وعمال يقول ما ينفعش والحكاية والرواية. لازم
ونأذي قناة ام زياد. يعني ام زياد لما كانت عايشة كانت لحسة الرخامات والاكل والشرب والروتين يا جماعة، ونفسها ان العيال يعيشوا في مستوى كويس، وربنا اذن ان ربنا يسترجع يعني يرجع وديعته تاني وياخدها تاني، وماتت. الله يرحمها يا رب رحمة واسعة. دي بقى لو احنا طلع لنا قرار برضو بحبس الولا، مش حبس الولا، لو طلع لنا قرار بغرامة على قناة ام زياد وقفل قناة ام زياد، يا ترى الفلوس اللي هتدفعوا بيها الغرامة يا جماعة معلش كده يعني هتاخدوها من مين؟ هتاخدوها من فلوسكم؟ ما انتوا دافعين غرامات. ايه هتروحوا على مال اليتيم وتقولوا لهم هاتوا فلوس؟ ما يعني انا مش هقول ان انتوا هتعملوا كده، بس هتعملوا ايه؟ طب افرضوا القناة قفلت، ماشي انتوا اللي هتدفعوا الغرامة. افرضوا القناة قفلت، افرضوا قناة قفلت، يبقى العيل، يبقى القناة اللي المفروض رزق لعيالهم، لعيال ام زياد، تتقفل ليه؟ ليه الدماغ فيها ايه؟ الراجل امبارح بقى بيتكلم بحرقة. نرفع لك القبعة يا ابو زياد، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، حقك. انا كنت اعترض لما كان يتكلم على العيلة، لما كان يجيب سيرتهم، يا اللي فيكوا يا اللي عليكوا يا اللي رحتوا يا اللي عملتوا يا اللي خليتوا، معاك ان انت المفروض ما تطلعش اسرار، محدش يطلع اسرار، محدش يتكلم. ولكن انا مش معاكوا في موضوع ان احنا بقى نبقى قاعدين يلا انت نزل اعلان وانت نزل مش عارف ايه ونصدر العيال. ليه كل ده؟ عشان فلوس؟ يبقى لما الناس تطلع بقى وتقول ان انتوا ما كنتوش لاقيين وما صدقتوا تلاقوا فلوس، كده انتوا بتثبتوا على نفسكم الكلام ده. احنا بنحبكم، انتوا ناس احسن من كده، بلاش. انتوا تعبتوا وشقيتوا، ما تضيعوش شقاكوا على الفاضي. واستاذ محمد بقى نعمله لايك لاستاذ محمد اللي برضه علشان خاطر الفلوس والمشاهدات واللايكات مش همه، هطلع لكم توته وتاني يوم يروح مطلع لنا توته. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب ويكرمها ويخليها لهم. ايه لازمة ان انت تطلع بنتك عشان الفلوس؟ ايه لازمة ان انت بنتك لسه عيلة حرام عليك تطلعها ليه؟ عشان الفلوس. راحوا ذبحوا الخروف وراحوا مبصمين في دم الخروف وعلى وش البيت. يخرب بيت دي حاجة يا اخي. فين دماغ آلاء؟ انت فينك؟ حتى آلاء بتشيل بنتها بطريقة ملهاش اي لازمة، حتى لما بقت تشيلها تسندها على ظهرها البت رقبتها راجعة على ورا بعزم ما عندها. ليه يا ستي؟ انت معقولة مش عارفة تشيليها للدرجة دي؟ عمرك ما شيلتي عيلة؟ انتوا يا جماعة مش حاسين بالنعمة اللي في ايديكوا؟ واحد يقول لك 200,000 لايك وهطلع لكم توتة. اهي توتة طلعت يا اخويا. انت تعبان ورجليك تعبانه ومراتك الله يشفيها ويعافيها تعبانه، اقوم ابصم على وش البت بالدم. يا عالم الدم ده نضيف ولا لا؟ كان في الارض، اكيد كان في الارض، خدت الدم من الارض، الدم زمان وشفط كل الجراثيم. يلا بصم على وش البت. والبت دي لما تعيا ولا حاجه بعد الشر يجرى لها حاجه، هتستفاد ايه من اللايكات والمشاهدات يا اخي؟ يخرب بيت دي حاجه مخلياكوا بتجروا ورا القرش وخلاص. انا قلبي محروق على البيت اكتر ما انت محروق عليكم. انتوا ناس معرفش، انتوا ناس حلوه وجميله وكويسين جدا، بس بتستفزونا، مستفزين لإلى ابعد مدى. ربنا يحفظك يا توته يا حبيبتي يا رب ويكرمك، امين يا رب العالمين، ويعقلك يا حمدي ووفاء، وانتوا كلكم تعقلوا، وبلاش ان احنا نصدر العيال الصغيره في الموضوع دوت. ربنا يصلح الحال يا رب، يصلح لهم حالهم، امين يا رب العالمين، ويحفظك يا توته جميله. الله اكبر، 5 وخميسة في وش الناس كلها يا توته. ربنا يصلح لهم حالهم يا رب العالمين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير، باي باي.